الموضوع داخل في الجد والناس دي كلها راح النيابه. ما هو لازم تتجاب بتسجيلاتهم بفويزاتهم اللي هم مسجلينه على بعض باللي طلعوا قالوه. وكيل النيابه بقى اللي يعرف، مش هي اللي عامله لي فيها تحقيق موازي. ياخدوا اللقطه وبعد كده معلش يوزعوا الفيديوهات على الناس وبعد كده احنا اسفين اصل احنا اكتشفنا انتوا بتصيعوا. بأمر الله هتشوفيه في يوم من الايام في نفسك وفي اهل بيتك. بأمر الله اللي انت عملتيه في الغلبانه دي وفي عيالنا بأمر الله قاعد لك وهيترد لك من عند ربنا. وخلي الجحود اللي انت فيه ده بقى يبقى ينفعك قدام ربنا. هطلع لك رسايلك مع المهاجر وانت بتقولي له انا ما يهمنيش الصغيرين، انا بنشل على الكبار، انا ماليش موضوع معاكم. هطلع لك كمان واقول لك انا عارف من امتى ووصلاني الرسائل من امتى، لان هرشها وعارفها وعارف طريقتها وعارف اسلوبها من 15 يوم وانا قايل له فضي جست للفتان. الموضوع داخل في الجد والناس دي كلها راح النيابه. ما هو لازم تتجاب بتسجيلاتهم بفويزاتهم اللي هم مسجلينه على بعض باللي طلعوا قالوه. وكيل النيابه بقى اللي يعرف، مش هي اللي عامله لي فيها تحقيق موازي. كل حاجه موجوده ومتاخده انا بس عايزين بياناتها عشان نقدر ناخد اجراء قانوني. ما هو كل حاجه موجوده مع المحامين والمحامين هتتصرف. الاستاذ مصطفى والاستاذ هيثم يعني معاهم بياناتها وكله تمام؟ كل حاجه تمام التمام. بس انا هكلم هيثم مصطفى واللايفات متسجله والكلام متسجل والفيديوهات متسجله، كل حاجه نازله. والشهاده اللي هي الشهاده اللي بتقول ان كلامي مش حقيقي وكذب وان هي ما كانتش بعتت البنت كامله نازله بفيديوهاتها. انا مستعد ان اروح مع هي كانت فرحانه وهي طالعه كاميرا بتتكلم فيها وبتهتك الاعراض فيها اللي بتقول لك اثبت. انت فاكره لما شلتيها كده خلاص؟ انا مستعد ان اروح اشهد باللي انا اعرفه وهقول ان هي اللي بعتت البنت دي. كله هيشهد، حضرتك لان هي بعتت البنت دي. والاستاذ هاني عوض انا عارف ان هو سامعني، هو كمان هيشهد، وكل بني ادم شارك في الحوار ده من اوله لاخره. الدور عليكم ان انتوا اللي يتحقق معاكم. صح كده صح. كله بقول لحضرتك كل اللي شارك في الحوار، الاستاذ مجدي الادوش والاستاذ ايمن عزت وحضرتك والاستاذ هاني عوض والاستاذه اللي كانت هنا عجزت من شويه، كل اللي شارك في الحوار وقال انا معايا ادله واكد على دوت في اكتر من حديث كله متسجل.